18 سنة وهي عايشة بالسويد وبتشتغل بالدنمارك. 5 أيام بالأسبوع عم تطرق مشوار من السويد للدنمارك لحتى تشتغل، يعني بمعدل 4 ساعات باليوم. تخيلوا الصدمة. هاي الشخصية تواصلت معي مبارح وقالت لي: ولا أنا شفت الفيديو تبعك تبع الوكالة، إيدي بزنارك، أنا ماني شايفة شي من حياتي، أنا حياتي رايحة بالطرقات. 18 سنة بهي الحالة. أنا بس بدي، يعني ما عندي أحلام كتير كبيرة، ما عندي طموح كتير كبير، بس بدي 2000 دولار بالشهر لحتى أعيش بالبيت وكمل آخر حياتي أنا عايشة بالبيت. هاي هذا اللي بدي إياه. فأنا حسيت قديش الناس عن جد طموحهم قليلة، يعني قديش الناس الوظيفة عم تاخد من وقتهم ومن يومهم، وهي الوظيفة متعبة لأنه بلد تاني يعني غير بلدها. فهي الوكالة مناسبة لكل الأشخاص يا جماعة، مناسبة لكل الأعمار، مناسبة للأشخاص المقيمين ب 66 دولة بالعالم. تخيلوا، أنا كتير بركز على النساء. ليش؟ لأنه الرجال بيشتغلوا شو ما كان وعادي، أما النساء بتحب إنه المرأة بتحب تكون مدللة قاعدة ببيتها، معززة مكرمة، تفيق تتصبح ببيتها، إمتى ما بدها تسكر تليفونها وتقوم تطبخ وتنفخ وتدير بالها على أولادها وتدير بالها على حالها. فهي أفضل شغل، هذا أفضل شغل للإمرأة. عادي ببيتك تستتي وطلعي دخل مثل العالم والناس. اي حدا بده يتعرف على وكالة برنامج فيل جريت تقدروا تكتبوا كلمة مهتم بالتعليقات لحتى توصلكم كل التفاصيل.